عالسلامة، إن شاء الله تكونوا الناس الكل بخير. رجعت لكم اليوم بفكرة متاع فطور وإلا عشاء، وباش نشارك معاكم فطور الصباح عملته أنا وجارتي. جيت بحذية جارتي فترة بحذية، وخليكم في الآخر باش نشارك معاكم روسيت بنينة على الآخر على الآخر، بأبيض العظم اللي قعد من الكريمة متاع العصيدة وبشوية فيكيا. خليكم حاسيلو روسيت بنينة برشا. هوني جيت نطيب في الفطور باش نفطروا منه انا وراجلي، ومن بعد يفطر معنا يتعشى معنا غالي، بما انه القرايه جات والروتين تبدل. ما عادش كيما قبل، كنت قبل ما نتعشاوش، وتوا بما انه غالي ولا يقرا قاعده كيما قلت لكم نلوج على روتين معناتها يناسبنا العائله الكل. قلت لازم أموا مرة في النهار نتلموا الناس الكل على الطاولة. دوكو وليت معناتها نحاول نعمل حاجة خفيفة اللي باش نتعشاوها معناتها ويتعشى معنا غالي، وتكون سورتو فيها خضرة وكل. وهكا يبدا عنا وقت في النهار نقعدوا فيه العائلة كل مع بعضنا، ناكلوا فيه مع بعضنا، نحكي وكل شيء باش يقعد ديما يحس معناتها اللي هو ما بعدش علينا برشا. كيما ريتو هوني بالنسبة للخضرة اللي عندكم حطوا معناتها أي حاجة راهي خضرة باش تويتي برشا تجيبنينا في الدجاج. كيما ريتو أنا حطيت بطاطا نورمال، حطيت بطاط دوس، عندي السفنارية واللوبيا الخضراء مكنجلة، هكاكا معناتها نتنوش. وبالنسبة للفاي حطوا اللي تحبوا عليه انتوما كيما مستنسين تفوحوا. بالنسبة لي أنا حطيت ملح، شوية فلفل أكحل، شوية كركم وكليل وزعتر، ونفس الفاي هو بيدو باش نعملوا مع الدجاج. وهذو ما ريساك اللي قلت لكم عليهم متاع الفور، شريتهم لي ماما معناتها من تونس، موجودين في تونس، ونتفكر ريت منهم راني قبل في أكسيون. بالنسبة للدجاج فوحته نفس الفاح بالضبط، وحطيتهم مع بعضهم في الساشي، وزدتهم شوية زيت زيتونة. على غالب ما تصورش المقطع، ما الساشي قبل ما نحطها شديت إبرة وعملت لها هكا دوب نقبتين، دوب ما مسيتها معناتها نقبة واثنين هكا هاو، وباش تتنفس معناتها، وحطيتها في الفور كيما ريتو. وهوني جيت باش نطيب سوب شامبينيون. كيما ريتو حطيت شوية زبدة ولا مارغرين، لأن هذولي مارغرين اللي حطيتها اللي عندكم. قصيت لها بصلة، ما تستحقوش تقصوها جويدة البصلة خاطر من بعد باش تطرحها السوب. ومن بعد كالدجاج والبصلة نخليهم يتقليوا شوية مع بعضهم، ومن بعد نزيدهم الشامبينيون. حطيت حسب التقليب برطل شامبينيون. انا استعملته المكنجل، تحبوا تستعملوا مكنجل فري كيما تحبوا، ونزيد نخليهم يتقليوا شويه مع بعضهم، وبعد نجي نفوحهم. بالنسبه للفاح ملح وفلفل اكحل اكهو. سوب شامبينيون ما تحبش لفاحات وكل. راهي السوب هذيا بنينه برشا برشا برشا. كيما تعرفوا الصغار مش مغرومين باللي سوب، انا الحقيقه غالي يحبها وياكلها، وزيد سهلة برشا في الطيب وفي ساعة تحضر. هوني بعد ما طاب الدجاج نخرج الدجاج متاعي ونرحيها. حاجة برك الله غالب نهارتها ما عنديش، واللي هي بالحق تزيدها شطر البنة معناتها كي باش تجربوها ننصحكم لازم تعملوها الحكاية اللي هي معدنوس في الاخر. تزيدوها معدنوس مقصوص جيد وترجعوها على الغاز، تاخذ غلوة خفيفة وأكها وكيكا تكون السوب متاعكم حضرت. وين نهارتها كيما قلت لكم في بالي بروحي عندي معدنوس، طلع ما عنديش، قعدت كحدي الله غالب مش كاتب. وهذم الدجاج والخضرة بعد ما طابوا حليت لهم الساك وفردتهم هكايا على البلاتو وخليتهم يزيدوا يتحمروا شوية. وهذه الريزولتا بالحق بنين برشا، مش أول مرة راني نشاركهم معاكم. أي خضرة كما قلت لكم مع دجاج ولا مع الحوت زادة حطوهم في الفور، وبالحق من الأول كما قلت لكم تغطيوهم، ومن بعد حطوهم يتحمروا بنين سورتو نافعين زادة. وهذا اللي قعدنا من الصوص متاعهم تاع الدجاج والخضرة. نحيها ونصبها في حاجة بنينة بنينة، الصوص هذيا على الاخر. بعد كي باش ناكلوا الروز نصبوا شوية من الصوص هذيك. حسيروا ما نحكي لكم جربوها وقولوا لي. وهكا كان العشاء متاعنا الحمد لله يا ربي. كما قلت لكم السوب راهي ناقصه المعدنوس، وحبيت نشارك معاكم افكار متاع شيء وافكار الماكله متاع الاولاد سورتو توا وقت القرايه وكل.
الحمد لله يا ربي، غالي كلي وشيخ على البلاتو، وننصحكم تجربوه لوليدكم. وهذا نهار اخر، كما قلت لكم، باش تجي جارتي تفطر بحذية الصباح. هوني عملت الجاتو غولي، نحضر في الجنواز متاعها. بالنسبة للجنواز راني عملت نفس الرسيت متاع الجاتو اللي مسيسة نشاركه معاكم، اللي بالياغورتا. ما عملتش الجنواز العادية، في الجو جي ابن راهي الجاتو هذيا. نفس المقادير اللي ديما نشاركهم معاكم. 3 عظمات حطيت عليهم زوز سكر فانيي، خاطر باش نعملها فاني، وعليهم الياغورتا. وهكا الياغورتا كيلت بها مرة ونص سكر، وكيلت بها ياغورتا ما بين زبدة وزيت. ما تستحقوش راهو البيتران معناتها فوي مانويل ولا حتى بالمغرفة تخلطوا وكهو. ومن بعد زدت عليهم 3 ياغورتات فارينة، وفي الاخر زدتهم 1 خميرة متاع جاتو. وكهو هذم هما المقادير متاعنا. حطيتهم على 180 درجة ما بين 20 و 25 دقيقة هكاك. انتوما والفور متاعكم حاسيلو كيما ريتو، كي تشوفوها تحمر تخرجوها وتقلبوها على بابي سلفوريزي، وبعد تحطوا انتوما والغارنيتور اللي تحبوا. انا حطيت شويه معجون فريز وعملت لها كريم، المعجون هذيك زدت شويه حليب. وهذا من غدوة بعد ما ارتاحت وشدت روحها، جيت نحضر في فطور الصباح. نخليكم على الفيديو تنرجع بعد. وهكا كان فطور الصباح متاعنا انا وجارتي والاولاد. بعد زدت الصحنه متاع الاولاد. وهكا هاو توا نجيو للروسيت اللي وعدتكم بها. الروسيت هي لي فينانسيي، هي نوع متاع حلو فرنسي بنين على الاخر. يجيب ابيض العظم، وبما انه قعد ابيض العظم متاع الكريمه حطيته في بواط هرميتيك وقعد كيما هو، راه ما تبدلش حتى شيء. تحطوه في بواط هرميتيك يبقى كيما هو ابيض العظم. وبما انه زاد زينا العصيده، للي عنده قعد له شويه فيكيا من العصيده زاد ينجم يعملها. انا عملت فينانسي او زاموند. بالنسبه للمقادير تلقاوهم مكتوبين في الباغ دانفو. عندي هوني 100 غرام ابيض متاع عظم، يجيو حسب التقريب ابيض متاع 3 عظمات. عليهم 100 غرام سكر. فما اللي يحب يعمل السكر محور، هذه السكر العادي، راهو انا جو بريفير السكر العادي، من برا تجي تتقرمش خير. وعليهم 100 غرام لوز، لوز مرحي. المرحلة هذه انتوما اش تحبوا لوز بيستاش، نوازيت، النوع الفاكهة اللي تحبوا تحطها حطها. وعليهم 30 غرام فارينة. وكما ريتوا الفارينة والفاكهة اللي باش نعملها نغربلهم هكيكا، الفينانسي يجي اخف وخير. وبعد ما حركتهم نحط عليهم 80 غرام زبدة. وكهو هذه هي الروسيت متاعنا، ما فماش ما اسهل من هكا. والبنة بالحق ما نحكي لكمش، لي فينانسيي من احسن لي باتيسري فرانسيز، حاجه بنينه وخفيفه. وهما يبدو مزيانين هكا، يبدو حاجات صغار معناتها كي يبدا عندكم ضيف مناسبه، حاجه مزيانه برشا. نحسها تقرب برشا الحلو العربي متاعنا بويسك فيه الفاكهه وكل. وبالنسبه للمول ما عنديش مول سبيسيال متاع الفينانسيي، كي يبداو هكا كل شيء عليه جاتو صغير كي فورم ريكتانغولير. هاكا حطيت لكم الفوتو نتاعو. اما يجي حتى باي مول تحبوا حتى تعملوه في مول نتاع جاتو كبيره، انتم احرار. المهم جربوا الريسيت.
وهذا بعد ما طابوا. بالنسبة للطيب متاعهم لي فينونسي ما يحبوش النار القوية، يحبوا نار ضعيفة. حطيتهم على 150 درجة مدة 15 دقيقة، وانتم ديما ثبتوا في الفور متاعكم. كما قلت لكم راهم بنين برشا، تحسوهم من برا هكا فيهم تقرميشه خفيفه، ومن داخل طريين ما نحكي لكم. مش عرفتوا كي تحطوا كعبه ذوب هكاك حسيلو. وحبيت نقول مرحبا بكم الناس اللي دخلوا جدد الكل، شرفتوني، وبالاخص المتتبعات الاوفياء اللي وليت بريسك نعرفكم واحده واحده. ربي يخليكم على كلامكم الحلو، على التشجيع متاعكم، وسامحوني راني بالحق ماذا بيا كل يوم نهبط لكم، اما راهو صعيب. تعرفوا لي معناتها كيفكم عندي مسؤوليات، ونخاف الحقيقة ما نحبش نهبط فيديو بركة باش نهبط هكيكا. نحب ما يبدا فيه شوية كاليتي متاع في التصوير، في المونتاج، في المحتوى سورتو. اما راهو صدقوني كي نلقى وقت راني ما نبخلش عليكم بقدرة ربي، على خاطر انا بيدي ما تصورش قديش نفرح كي نهبط فيديو، اي سورتو كي يعجبكم ونقرا لي كومونتير المزيانين نتاعكم. ربي يفضلكم الناس الكل. هذا فيديو نتاعنا اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. نخليكم في امان الله وبالسلامه.